الحديث عن 48 وكأنه خليني ب 48. اليوم لما يوصلوا المنتخبات الافريقيه 9 من 10 فهذه ثوره في كاس العالم. بالطبع ثوره، ولكن حتى لو ب 32 عندنا ثوره. وهوكا كي كنا 32 المغرب وصلت تلعب النصف النهائي. علاش عندنا المركب احنا؟ علاش عندنا المركب يلزم يزيدونا باش نخلطوا؟ لا، حتى ما تزيدوناش نخلطوا. ما كان هناك استهزاء على ان الزياده ربما لا يستحقونها المقاعد الافريقيه والمنتخبات الافريقيه، لكن اليوم لما نتكلم على الزياده اتت باكلها ومنتوجها. طبعا لا، اثبتنا جدارتنا بها، اثبتنا جدارتنا بها. كما قال لك جمال، القاره الوحيده اللي 90% 9 على 10. الاستثناء الوحيد يتعلق ببلد نحبوه برشا وجعنا برشا، نحبوه برشا وجعنا برشا. اذا القاره الافريقيه ورينا المستوى، رينا الكوت ديفوار، رينا غانا، رينا الكونغو، رينا المغرب، رينا الجزائر، رينا مصر، رينا كل المنتخبات قدمت مستويات راقيه جدا، مستويات محترمه جدا. لكن الان تبدا كاس العالم الحقيقه، الواقع الان تبدا كاس العالم. لانه الان دخلنا في الدور ما كانش موجود من قبل، اللي هو بدايه كاس العالم عام 22. وبالتالي نعتبر وانه راهو القرعه ما كانتش منصفه برشا، على الاقل انا بالنسبه للمنتخبات العربيه الثلاث، معناها خاصه المغرب. طريق الذهب مليء بالاشواك، كله اشواك وبالالغام، ولكن النجم والاشواك، ما الاشواك نكسروها، لا ردوها ورود. حلوه. ما تعرف فما ورود فما اشواك، نحيوا الاشواك تبقى ورود. نقولوا احنا في ليبيا اللي يبي الورد يتحمل شوكه. بالطبع كنا نبوا الورد نتحملوا بالطريق هذه. احنا ناخذوا الورد والشوك نعطيه المنافسين. خاصه انه القرعه كانت الحقيقه خاصه بالنسبه للمنتخب المغربي الشقيق والجزائر ايضا بنسبه اقل، ومصر ربما تكون مفاجاه كبيره في حتى ننصف نعيمه لكي لا نبخس حقها في التواجد. انا اعطيني الاشواك ويعطيها الورود. نعيمه، الطريق العربيه في هذا المونديال اعتقد بانها مليئه بالعثرات والمصاعب، لكن العرب ربما مع مرور هذا دور المجموعات وتجاوز دور المجموعات قد نشاهد وجه مختلف للمنتخبات العربيه، مصر، الجزائر، المغرب. هي لم تنصف المنتخب المغربي الحقيقه، لانه البرفورمانس اللي عملها في دوري المجموعات ما كانتش يكون معناها فريق اخر. كنا نتمناو انه فريق اخر يواجهه الا المنتخب الهولندي، لانه المنتخب الهولندي ريناه يعني من المنتخبات المؤهله انها تكون في الكارداس، يعني في النهايه في هذه كاس العالم. لكن المنتخب الجزائري والمنتخب المصري قادرين، خاصه المنتخب المصري، ولو ان المنتخب الاسترالي منتخب عتيد يعني خاصه على المستوى البنيه الجسمانيه للاعبين هذوما، وشفنا يعني كثير من المشاكل يعني ضد المنتخب الايراني. المنتخب المصري خاصه على كما بنرجع نقول لك على البنيه الجسمانيه يمكن يلقى مشاكل، وشفناه عمل لنا مشاكل المنتخب الاسترالي في اخر كاس عالم، وهو اللي ما خلاناش نترشحوا للدور القادم. معنا ديما عندنا الاربع نقاط اللي كنا نترشحوا، كنا الاربع نقاط كانت تنجم ترشحنا، للاسف ما جبناش الاربع نقاط في النسخه هذه. بالنسبه للمنتخب الجزائري قادر، لانه لاعبين تقريبا الجزائريين كلهم ينشطوا في اوروبا، وقادرين انه ضد منتخب سويسري اذا كان مروا للحصص الاضافيه يمكن المنتخب الجزائري قادر أن يكون موجود في الدور القادم. طيب خلينا نشاهدوا الجدول وناخذ توقعات سريعة من الجمال وفتحي ونعيمة الدور الجاي. نشاهدوا مباراة أولى أعتقد بأن جمال أعطيني توقعاتك من اليسار إلى اليمين في أولى المواجهات. نتكلموا على ألمانيا وكرواتيا ولا الدور الجاي؟ لا مش كرواتيا، المانيا باراغواي. نبدو المانيا والباراغواي الاولى. لا هو قبل ندخل في التوقعات عندي اشاره بسيطه، لانه سريعه بس لانه فتحنا نقاش ما يتعلق بالعداله والجوانب القانونيه لهذه التصفيات. ربما في الدورات المقبله يمكن اللجوء يعني في المواجهات، لان فعلا بعض ظلم عدم العداله بعض المنتخبات يمكن اللجوء لتصنيف الفيفا، لما لا؟ في تحديد يعني مواجهات الدور 32 الاول يواجه الاخير يعني في المنتخبات المؤهله، فهذا اقتراح ممكن يعني يتم تنفيذه. نبدأ بالتوقعات. كندا جنوب افريقيا. المانيا الباراغواي المانيا. بقى يعطينا عندك فرنسا والسويد. فرنسا. جنوب افريقيا وكندا. كندا. مغرب هولندا. اتمنى المغرب. البرتغال كرواتيا. البرتغال. اسبانيا والنمسا. اسبانيا. امريكا والبوسنه. امريكا. بلجيكا والغانا. غانا. برازيل اليابان. برازيل. كوت ديفوار النرويج. كوت ديفوار. مكسيك الاكوادور. هذه مواجهه صعبه جدا، هذه مواجهه يعني كسر عظام يعني.
اكوادور. انجلترا والكونغو. اتمنى الكونغو. انا في المنتخبات العربيه والافريقيه ساقول لك اتمنى. ارجنتين. الارجنتين على الورق، واتمنى الراس الاخضر. اتمنى الراس الاخضر، ولكن الارجنتين هو المرشح. نيوزيلندا. لا، استراليا ومصر. اتمنى مصر. سويسرا، الجزائر. اتمنى الجزائر. كولومبيا. غانا ان شاء الله. اتمنى غانا ان شاء الله. سيد فتحي شنو اعطينا ولا ما تبيش تتوقع؟ تمنيات عدها كلها تمنيات. لا تمشي معاه ولا اعطيني اختلاف اكواد بس، هي ما بيش نعاودك من الاول. لا، في خارج العرب. يا سيدي سهل عليك، اعطيني توقعات للعرب هولندا والمغرب. خليك في التبني مع العرب برشا. خليك في التبني. الحقيقه الحاجه الوحيده اللي فعلا صعيبه برشا، ولكن انا لو المغرب يعمل الشوط الاول نتاع البرازيل، الشوط الاول وما يعملش الشوط الاول نتاع هايتي، المغرب ممكن يتعدى هولندا. مقابله صعبه، مصر صعبه جدا، ما عندهاش زهر. مصر تتعدى. مصر تتعدى. الجزائر صعبة، ولكن نعرف الفريق الجزائري سيكون في الميعاد، والساعة السويسرية سيكون في الميعاد. صعيبة، ولكن أتمنى من كل قلبي وأنه الجزائر. معناها 3 قداش عندنا منهم الواحد يمشي. أنا شوف من غير ما نسمي شكون، نتصور 2 على 3 يتعداو. كويس. نعيمة، شو رأيك في العرب؟ باش نحكيو بواقعية، هي الأقرب هي مصر، لأنه ضد المنتخب الأسترالي بمقدور بالكواليتي اللي موجودة في المنتخب المصري، خاصة هجوميا، أنه تتخطى المنتخب الأسترالي، لأنه عنده شوية ضعف في المنتخب الأسترالي. لكن نحكي واقع، المنتخب الهولندي يعني منتخب عتيد، يعني تنجم تكون مباراة قوية بينه وبين المنتخب المغربي، بينه وبين المنتخب. بالنسبة للمنتخب الجزائري كيف يعني مباراة قوية، لكن ككفة وكلا على الورق ديما تلقى المنتخب السويسري عنده أكثر. تتوقعوا منتخبات ربما تبرز بعد ما نعرض هذا السؤال ممكن يختلف دورها في هذا الدور ويختلف أدائها ومستواها الفني في هذا الدور، لكن خلينا نستعرض سؤال الحلقة اللي كنا قد طرحناه على مشاهدينا بعد ختام الدور الأول: هل كسبت هذه النسخة من كأس العالم رهان التنظيم والمستوى الفني، ولماذا؟ الإجابات كانت على النحو التالي. حمد قال من ناحية فنية المستويات متباينة، متذبذبة بين عالي ومتوسط، وهذا طبيعي بحكم تواجد 48 فريق تختلف تصنيفاتهم ومستوياتهم، ولكن في المجمل الكاس لا بأس به من هذا الجانب الفني. وقال هل بنقاط أخرى تحدث فيها حول فرق التوقيت وأيضا الظروف الأمنية والطقوس وغيرها. نمشي لرامي، قال أخيب وأمصت كاس عالم. هذا أخونا التونسي شكل رامي، أمصت وأخيب كاس عالم. أمصت هي أخيب، أمصت يعني حاجة ماسطة بدون نكهة. نمشي لهيثم علي، قال القول ما قاله البرتغالي جوزيه مورينو، أي أنه حيبدأ يتفرج بعد دور 16. تميم قال لا، نسخة سيئة من جميع النواحي، وأهم شيء ما فيش مباراة تليق باسم كأس العالم. سليمان المجبري قال أسوأ دورة من حيث التنظيم. وسالم سليمان قال التنظيم سيء خاصة توقيت المباريات. وعلي قال مستويات ضعيفة وسوء في الإجراءات التنظيمية، زيادة عدد الفرق على حساب المستوى الفني. شنو رأيكم يعني؟ رأيهم يحترم، مش رأي ربما السادة المشاهدين فقط، هم رأي عديد الفنيين أيضا. قال لك معناها مقابلات تجيب النوم، تجيب النعاس، التوقيت، المستوى، ولكن هذيك تجربة. ربما شوف، ندرسوا هذا باش انفونتينو اللي يفكر في 64 ينحي الفكره هذه تماما، لانه ما عادش كاس عالم، وقتها كاس احياء والناس كل تمشي الكاس. نكونوا موجودين ونتعديوا على نسلك الطريق. شكرا يا نعيم، بارك الله فيك على الظهور اللي معنا. سيد فتحي شكرا جزيلا ليك. جمال منورنا دائما. شكرا. اليوم جبت لكم منافس في الاستوديو، تقاسمنا قيمه. نعيمه يعطيك الصحه نعيمه. شكرا لكم مشاهدينا. الورد بكل تاكيد. نشكر ايضا السيد لطفي زعبي وايضا عبد الناصر البار اللي كان معنا من خلال هذه الحلقه. دمتم في امان الله، وغدا موعد جديد ومساء مونديالي جديد، فلا تتركوا شاشه الوسط. الى اللقاء.